لو أنت من عين شمس الفيديو ده ليك. هنتكلم عن واحدة من أقدم المعتقدات والعبادات اللي عرفها البشر. المعتقد ده ظهر في منطقة عين شمس اللي كان اسمها هيليوبوليس. اللي كان بيتقال هناك عن بداية العالم مش صورة بسيطة خالص، ده تصور كامل عن أصل الوجود، ملان رموز ومعاني كأنها عبادة ظهرت من فترة قريبة قوي. الفكرة الأساسية إن البداية كانت نقطة ضوء على حجر سموه بنبن. الحجر ده ظهر من وسط المية الأولى. طبعا ظهوره بنبن من الماء مش حاجة معزولة عن باقي الثقافات والأديان، سواء القديمة أو الحديثة. يعني مثلا في سفر التكوين في التوراة بنلاقي ظلام على وجه المياه لحد ما الإله يقول ليكن نور. وفي القرآن كمان تذكر فكرة أن السماوات والأرض كانوا ملتحمين قبل الانفصال، وهناك نصوص بتقول إن الحياة خلقت من الماء. الفكرة دي إن النور يطلع من عمق المادة المائية اتكرر في نصوص وتصورات دينية كثيرة حوالين العالم. من فوق البنبن ظهر أتوم، النور اللي جاب الحركة. أتوم رع أول ما ظهر راح تنفس، من النفس بتاعه ظهر شو إله الهواء، وتفنوت إلهة الرطوبة. الاتنين دول جابوا بدورهم جب إله الأرض، ونوت إلهة السماء. جاب ونوت اتجوزوا، طلعوا لنا أسماء بتتحكم في جزء كبير من الأساطير: أوزيريس، إيزيس، ست، ونفتيس. ومع أتوم وباقي الآلهة اكتمل التاسوع المقدس 9 آلهة شكلوا الميثولوجيا الهليوبية. لكن التاريخ مش وردي. بين الآلهة كان في خلافات ونزاعات على السلطة والدور والمكانة، خلافات لها تبعات كبيرة على قصص البشر والملوك. بعد كده هنحكي عن تفاصيل الخلافات دي بالتفصيل في حلقات جاية، لأنها مليانة دراما وتأثيرات تاريخية مش ممكن نحطها هنا كلها، فتابعونا علشان تعرفوا القصص لحد الآخر. المهم إن شو شاف جيب ونوت قاعدين يخلفوا والدنيا زاطت آلهة صغيرة. راح فصل نوت عن جب، رفع السماء عن الأرض فاصلا بينهم. وهتلاقي المنظر ده متصور كتير في المعابد المصرية زي ما شايفين كده قدامكم. السبب مش بس تنظيم للمشهد الكوني، لكن كمان منع للتزاوج المستمر بين السماء والأرض اللي ممكن يؤدي لإنجاب آلهة جديدة بلا ضابط. بمعنى تاني، الفصل ده كان عن حفظ ترتيب عالمي ومنع انفلات عدد الآلهة عن السيطرة عشان يفضل في نظام واضح بدل فوضى ممتدة. فكرة النور عند هليوبوليس مش مجرد لحظة تأسيس وانتهت، لا، النور بيتكرر كل يوم. بيركب مركب الشمس يعبر السماء، وبالليل بينزل يواجه قوى الظلام عشان يرجع الصبح بنور جديد. الصورة دي خلت الزمن عند المصري القديم حاجة دورية، ولادة متكررة للكون مع كل شروق. كمان في رموز مادية بتحكي الكلام ده. بن في الآثار عادة بيتصور كحجر هرمي صغير أو قمة حجرية، بيراميديون، مدهونة أو مغطاة بمعدن لامع يعكس ضوء الشمس كأنه شعاع متجمد. وفي المتحف المصري في واحد موجود منها، حاول أحط لكم صورته، وده حير العلماء لأنه مصنوع من حجر شديد الصلادة ومستحيل يتنحت بإمكانيات القدماء. الطائر بنو في النقوش كطائر شبيه بالإقلاق واقف على حجر البنبن أو على المركب الشمسي، ورمز للتجدد والبعث. والمسلات الأوبليسك بتتقف قدام المعابد كأعمدة حجرية مدببة قممها بتعكس الشمس وبتشتغل كرمز للشعاع الإلهي النازل إلى الأرض. الآثار دي مش ديكور، دي لغة بصرية بتأكد الفكرة: النور، التجدد، والنظام. خلاصة سريعة، هليوبوليس بتقدم لنا قصة بداية مبنية على إعلان نور فوق حجر مقدس بنبن، ومن النور اتولدت الآلهة والنظام المعروف باسم ماعت. الفصل بين السماء والأرض كان جزء عملي من الميثولوجيا، منع للتزاوج الفوضوي والمحافظة على ترتيب عالمي قابل للإدارة. والتاسوع المقدس مش مجرد تشكيلة آلهة هادئة، كان بينهم خلافات حقيقية هتوصل لعناوين كبيرة في الأساطير وهنحكيها حلقة حلقة. ونقطة مهمة أخيرة، الكلام ده عن عبادات وتصورات اتبلورت على مدار آلاف السنين، ما ينفعش نحكم عليها بعيننا المعاصرة كأنها بس خرافات، لازم نقراها في سياقها التاريخي والثقافي. سلوك البشر ومخاوفهم واحتياجاتهم وقصصهم صنعت الأساطير دي، ودي طريقة قديمة جدا لفهم الوجود. عايز أسمع رأيكم، إزاي شايفين فكرة فصل السماء عن الأرض كطريقة لمنع تكاثر الآلهة؟ وهل حبيت الربط اللي عملناه بين ظهور البنبن وفكرة الخلق في التوراة والقرآن؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات، وخلوا الاشتراك واللايك شغال علشان ما يفوتكمش اللي جاية، لأن حكايات التاسوع ونزاع الآلهة هتكون مشاهدتها ممتعة ومهمة جدا.